ما كنتش باعرف أتحكم في انفعالاتي، كنت باتعصب جامد جدًا، ولمّا حد يقول لي اهدي كنت باتعصب أكتر، لإنه يا جماعة دي حقيقتي، أنا مش هامثل، أنا دلوقتي مش طايقة الشخص ده وهيجرى له اللي هيجرى له. راكب عربية في الشارع ماشي حد خبطك، نزلت ضربته مات، حياتك اتدمرت في لحظة، انفعالاتك ممكن توديك في داهية. أنا عصبي، أنا مجنون، هو أنا أصلًا كده وطول عمري كده، لكن أنت تقدر تتحكم في انفعالاتك، بدليل إن مع ناس معينة رد فعلك بيكون مختلف، زي لو مامتك جات دلوقتي اتعصبت عليك، أكيد مش هتعرف تعمل معاها حاجة. قدرتك على التحكم في انفعالاتك بتأثر بشكل أساسي على قدرتك على التحكم في حياتك، فمهم قوي إنك تتعلم مهارة التحكم في انفعالاتك، بإنك تفهم إيه المعنى اللي أنت اديته للموقف اللي حصل. ممكن يكون الراجل كان بيطبطب على بنته وغصب عنه ما شافكش خبطك، ممكن يكون شاب صغير ما نامش امبارح كويس عشان عنده امتحان. أيا كان المعنى اللي أنت بتختار تديه هو اللي بيحدد المشاعر اللي أنت بتختار تتصرف بناء عليها. أنت اللي في إيدك تتحكم في مشاعرك. هتيجي في يوم وليلة؟ لا طبعا، لو أنا شخص عصبي ومتعود على كده بيبقى صعب ان انا ارجع خطوتين لورا وافكر، لكن ادي نفسك فرصة. ومن اسهل الطرق اللي ممكن تستخدمها هي النفس، تقف لحظة وتاخد نفس عميق، اسحب نفسك على 6 عدات وخرج النفس على 6 عدات، وواحدة واحدة هتلاقي نفسك ابتديت تهدى، لان اوتوماتيكلي بيعمل حاجة اسمها دي ريجيليشن للنيرفس سيستم بتاعك. جربها وقولي رأيك ايه.